فنانة جريئة وقدرت إنها تكون نجمة سينمائية في سنوات قليلة جدا، ونجوميتها ما اقتصرتش على السينما وبس، لكن كمان في الدراما، وتعرفت بحبها الشديد للفن. الفنانة إلهام شاهين، ومن مواقفها المثيرة للجدل هو تبرعها بأعضائها وهي ما زالت على قيد الحياة، وقالت عن كده إنها تعرضت لهجوم كبير عبر مواقع السوشيال ميديا، وده كان أكتر حاجة استفزتها، وقالت إن ده موضوع إنساني طبي مهم جدا، واكتشفت بسببه من خلال التعليقات إن في ناس تافهة كتير. وقالت خلال التريقة عليا كان في ردود سخيفة زي اتبرعت وانت عايشة، وردت على كده وقالت إما إنك تشكرني علشان عايزة أعمل خير، أو تسكت، ولو أنت مش شايف إنه خير سيبني أعمله، وأنت بلاش تعمله. ليه تهاجمني لمجرد الهجوم؟ في برنامج السيرة اتكلمت الفنانة إلهام شاهين عن علاقتها بوالدها بسبب عملها في الفن، وقالت أنا بعشق أبويا وبحبه جدا، وقبل ما يموت كنت تحت رجليه. وتابعت وقالت جابلي في مرة شريط فيديو وفيه لقطات وأنا برقص، وكنت لابسة قميص نوم، وكان فيه برضه مشاهد كتيرة، وكان عاوز يحرجني ويقولي اللي أنا بعمله ده غلط. فأنا محسيتش بأي إحراج، وقلت له انت حضرت ده ليه؟ واضح انك كنت عامل يوم للمواجهة وتعمل دور المحامي اللي بيحامي عن فكرته. فقال لي انا مكسوف لك. اما عن رأيها في الجواز فقالت لو لقيت الشخص المناسب، وكملت كلامها مفيش ست تقدر تعيش من غير راجل، ولا راجل يقدر يعيش من غير ست، لكن المهم ان كل واحد يلاقي مين الشخص المناسب ليه. الشخص الضعيف مش هيقرب ليا وهيخاف يقرب مني. ومن ضمن المواقف المحرجة اللي تعرضت ليها إلهام شاهين في بدايتها الفنية وكانت لسه طالبة بالمعهد، حصل ليها موقف محرج مع المخرج جلال الشرقاوي بعد مشادة حصلت بينهم، وكان هو عميد المعهد وقتها، وبعد المشادة صافعها على وشها، وكانت هتسيب الدراسة بسبب الموقف ده. حصل الصلح بينهم بعد أكتر من 30 سنة. إلهام شاهين بدأت حياتها الفنية لما قدمها المخرج كمال حسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينات، وقدمت بعدها العديد من المسلسلات، منها أخو البنات، آل البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، وغيرها من الأعمال الناجحة. أما في السينما فقدمت أمهات في المنفى، رمضان فوق البركان، والهلفوت، وسوق المتعة، ويا دنيا يا غرامي، والجنتل، وغيرها من الأفلام. والفنانة إلهام شاهين دايما صريحة وواضحة، وبتخاف من المرض، وبتحب في الراجل عقله، واتجوزت مرتين، مرة من المنتج عادل حسني، ومرة تانية من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة. وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن موقف حصل بينها وبين الفنان عادل إمام في فيلم الهلفوت، وقالت عن عادل إمام هو حبيب قلبي ووش السعادة عليا. وقالت عادل إمام هو اللي اختارني لفيلم الهلفوت، وهو اللي كلمني وبلغني وبعتلي السيناريو، وكل ده قبل ما الإنتاج أو الإخراج يكلموني، وقال لي اطلب اللي انت عايزاه، أنا عاوزك في الفيلم ده. وكان واضح إن عاملين ميزانية كبيرة، وكان وقتها فريق عمل عظيم، الأستاذ وحيد حامد والدكتور سمير سيف، وشركة إنتاج عظيمة. وقالت في آخر يوم تصوير شكرته فسألني مبسوطة وأخدت الأجر اللي انت عاوزاه؟ قلت له فسألني أخدت كام؟ قلت له 5000 جنيه. أستاذ عادل شخط فيا وقال لي قلت لك اطلبي اللي انت عاوزاه تروحي تطلبي 5000 جنيه؟ قلت له كان المفروض أطلب كام؟ 10000 جنيه مثلا؟ قال لي لأ اطلبي 50 ألف، انت مع عادل إمام. وقالت أول جايزة في حياتي خدتها عن أحسن ممثلة كان على الفيلم الهلفوت، وفيلم الهلفوت اتعرض في السينما سنة 1984.